بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. معكم حسام عبد السلام على قناة عرب نتورك. سوف أقدم لكم معلومات قيمة أحبائي في الله. هذه المعلومات عن أشياء تحدث للكثير منا، وربما جميع الإنس والجن يحدث لهم هذا، ولكن لا يدركون هذا ولا يفهمون ماذا يحدث لهم. أول هذه المعلومات أن الإنسان عندما يقترب ساعته أي ساعة احتضاره أو يقترب من الموت تحدث له أشياء يكشف له عن الحجاب. قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. أحبائي في الله، جاء العلم الحديث ليثبت لنا أن البصر عندما تأتي ساعة الاحتضار يتبلد هذا البصر وينكشف هذا الحجاب، ويرى أشياء لا يدركها ولا يستطيع أن ينطق بها. مثلا يرى الملائكة ويرى الجن والإنس، يرى الجن ويرى الملائكة. وهنا أحبائي في الله، في هذه الساعة يرى الإنسان منا الملائكة عندما يكشف الحجاب، فيحدث هبوط في القلب وتتبلد الأبصار وتقف تماما نهائيا وتتوقف عن العمل، لأنه هنا نظن جميعنا أن نتوقف بصر الإنسان منا إنه توفى، ولكنه يرى. نظن منا أنه لا يرى شيئا، وإن الإنسان في ساعة احتضاره يرى الملائكة هم يبشرونه بالخير أو بالشر والعياذ بالله. ويثبت الله سبحانه وتعالى ما أقوله وما يقوله العلماء جميعا في آية في سورة قاف: بسم الله الرحمن الرحيم، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تنال على إعجاب حضراتكم، أو أرجو الاشتراك بالقناة لقناة عرب نتورك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.